اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بينضم لنا الاستاذ عمرو الدرديري ناقدنا الرياضي الكبير اللي بقول له قلبي معاك يعني استاذ عمرو. قلبي معايا ليه؟ انا عادي جدا، خساره هي مباراه خسرناها مفيش اي مشكله، لكن المهم بعد 4 ايام في بطوله الدوري. نادي الزمالك لعب مباراه سيئه. عندنا مع كامل الاحترام لمجلس الاداره، عندنا فشل لمجلس الاداره في كل اللي حصل. اللي حصل النهارده ده تراكم فشل لمجلس اداره، لجهاز فني، بس خلي الكلام للعيبه. بلاش مجلس اداره عشان هقول لك الكلام على مسؤوليتك. طيب يعني على مسؤوليتي، انا يعني بتكلم على مسؤوليتي. مش عايز احمل مجلس الاداره كل حاجه، يعني ما يبقاش هو ما اللعيبه برضو اللي بتلعب في الملعب هينزلوا يلعبوا. لا كل الناس تتحمل، كل الناس ليها جزء في اللي حصل النهارده. سيناريو مخيف جدا، سيناريو صعب جدا على جماهير نادي الزمالك. طب رتبهم لي. لا، مجلس اداره رقم 1 يتحمل المسؤوليه. ما فيش مجلس اداره ما ينفعش ما يتحملش مسؤوليه خساره بطوله، لقب على ارضك سهل جدا، وصلت للنهائي مع كامل الاحترام للجميع. احنا بنحترم كل الناس وبنقدر كل الناس، بس لازم كل واحد يبقى عارف حدوده بالظبط. في فشل لمجلس الاداره ان يخسر بطوله على ارضه. خسر البطوله على ارضه، لا، في مشاكل اداريه حصلت، تراكماتها ان شفنا في اداء سيء النهارده في الملعب. الاداء السيء ليه؟ قماشه اللعيبه قليله ليه؟ ما ده كله تراكمات. في مشاكل اداريه في الاساس، في مشاكل النهارده في الاعداد النفسي للمباراه. في مشاكل في الاعداد للمباراه. الاعداد النفسي للمباراه كان اعداد سيء جدا. الاعداد الخططي للمباراه والاعداد الذهني للمباراه اعداد سيء جدا، مع كامل احترام للجهاز الفني والكابتن معتمد. وزي ما اشدنا بيه لازم نقول الحقيقه، النهارده ادار المباراه بشكل سيء جدا جدا، مع كامل الاحترام للكابتن معتمد وجهازه الفني. النهارده اداره المباراه اداره سيئه جدا، التغييرات متاخره جدا، التبديلات يعني ما اثرتش خالص. الجماهير بره كانت بتقول كلام اهم من اللي موجودين في الملعب. ما ينفعش يا جماعه، ده نادي الزمالك نادي بطولات، ما ينفعش نادي الزمالك يلعب نهائي كونفدراليه بطوله افريقيه على ارضه وسط الجمهور ده كله ويخسر النهائي، يلعب على ركلات جزاء. ما معروف ان دي ركلات حظ ترجيحيه. العب على ركلات جزاء في ملعبي وسط الجمهور ده كله؟ لا، مع كامل الاحترام. امبارح قلت لك في ضربات جزاء، قلت لي مش هنوصل وطبعا هنكسب. ايوه طبعا، الزمالك الطبيعي ان يكسب. الطبيعي جدا ان الزمالك يكسب المباراه. هو اكثر المتشائمين يقول ان السيناريو ده يحصل. لا ما يحصلش. انت اول 3 دقائق جبت جون، انت عايز ايه بقى؟ يعني المباراه بقت سهله جدا بالنسبه لك، السيناريو بقى سيناريو سهل جدا انك تكسب المباراه، تضغط وتجيب 1 و2 و3. لكن انت بعد الهدف الفرقه تراجعت تماما. نص الملعب مش موجود، الضغط في كل كوره فيها احتكاك ما بين 2 لعيبه هم اللي بيكسبوه. ما فيش روح قتاليه خالص في الملعب. اللعيبه يعني انا بصراحه اداء الزمالك النهارده اداء مأساوي. اللعيبه يتحملوا جزء كبير جدا، الجهاز الفني يتحمل جزء ضخم جدا، الاداره قبلهم تتحمل جزء. انا ما اقدرش استثني حد. الوحيد اللي عامل دوره وعلى اكمل وجه هو جمهور نادي الزمالك العظيم. هو الوحيد اللي بيعمل دوره على اكمل وجه، هو اللي بيساند، هو اللي واقف، هو اللي بيحضر، هو اللي بيخسر وبرضه بيجي يقف ويساند. لا ما ينفعش، مع كامل الاحترام. فقدت الثقه في لعيبه نادي الزمالك؟ لا خالص. ما عدتش تقول ان هم يقدروا يكسبوا بعد كده؟ ما اقدرش اقول فقدت الثقه. انت الاقرب للفوز ببطوله الدوري، لكن لعيبه الزمالك النهارده اخطاوا خطا كبير جدا، لابد ان يصلحوا خطاهم بالفوز ببطوله الدوري. لو ما جبتش بطوله الدوري يبقى انت عملت كارثه مع جماهير نادي الزمالك. الرد عملي في الملعب، انا مش عايز ردود اصل قعدنا مع بعض، اصل تعاهدنا، اصل الكلام المسلي الجميل ده. مع كامل الاحترام انا اسف جدا. طيب. انا عايز رد في الملعب، روح قتاليه في الملعب. عايز انزل مباراه سيراميكا روح قتاليه، فريق قوي. الطبيعي جدا، وهو بقولها تاني، طبعا الزمالك المفروض يكسب سيراميكا. ابوس ايدك كفايه يا باشا، طبعا نكسب سيراميكا. ابوس ايدك كفايه. لكن انت الناس بتقول لك كفايه. لا يا باشا، بالاداء المتخاذل ده ما اقدرش اكسب حد. بالاداء اللي شفته النهارده ما اقدرش اكسب حد. طيب. انت بتحدد منين يا استاذ عمرو؟ يا فندم،
تحدد منين نكسبه طبعا والكلام ده. الزمالك إيه طبعا، انت الزمالك اكسب طبعا سيراميكا. الزمالك لو حطيته في كف سيراميكا لا الزمالك يكسب. الزمالك الوضع الطبيعي ان الزمالك يكسب. ايوه الزمالك على حاجه مهمه جدا. انت قلت حاجه على مجلس الاداره وان الناس تيجي تحل، صح كده؟ هو المشكله ان احنا بنقول الناس تيجي تحل، انا عايز بقى الاحسن من كده، انا عايز الناس تيجي تحب النادي. للاسف مجالس الادارات اللي بتيجي معظمها، مش عايز اقول كلها، ما بتحبش النادي. انا بقول لك اهو، لانه ما بيعملش لصالح كده. انا بقول لك كده يعني انا ما اقدرش اقول انا كلهم وجهه زملكاويه نظري وكلهم كده. بيحبوا بص الزمالك. بقول لك ايه، بص يا مهيب، انا وجهه نظري كده. انا اختلف معاك بص ماشي انت لو بتحب النادي دول ناس لا احد يشكك في زملكاويتهم. بص لا ارد واكمل بس وجهه نظري. انا وجهه نظري تمام. حب النادي يعني اعمل لمصلحه النادي. حب النادي يعني انت النهارده بتتكلم على حل مشاكل. يا راجل انت جبت مجلس اداره يحل مشاكل، دخلك في مشاكل اكبر، واللي قبلك دخلك في مشاكل، واللي قبلك دخلك في مشاكل. هات لي مجلس اداره حل. طب يا سيدي ما حلش، توقعني في مشاكل تانية؟ خلينا نتكلم كلام بقى عقلاني. مع بص اصل انت ما تقولش الكلمه ونرمي اصل انا يا سيدي ما شككش، بس اديني انا دلوقتي جاي تمام كمدير فني الفرقه، واحد زي معتمد ده مثلا معاه قماشه مختلف، معاه قماشه مش احسن حاجه، واحنا كلنا متفقين حاول يحسن، ما زودش، خد بالك ما زودش، حاول يحسن بقى باي طريقه، لم اللعيبه، اتعامل معاهم نفسيا ايا كان عشان يوصلك مثلا لحاجه معينه. لكن انت بتتكلم هات لي مجلس اداره ما وقعش النادي في مشاكل. استنى يا عمرو عشان ما تقاطعنيش. عايز تقول ايه يعني؟ لا عشان ما تقاطعنيش، استنى بس. لا طب ما تخليه يقول لك كلمه. ما انا بس هخليه يقول دي واقفه هنا. فانت النهارده بتيجي عايز تحل ما بتحلش. ايوه طب ما توقعشنيش في مشاكل. يعني خلي مثلا انا كان عندي 4 قواضي، ما تخليهاش يبقوا 20 قضيه، يبقى انت على الاقل سيبهم يا سيدي 4 قواضي عشان اللي يجي وعنده حل وعنده ماده يعرف يحل 4 قواضي. بص يا كابتن وائل، اتفضل. كلمه واحده مش كتير. اتفضل. كل مجلس اداره بيجي هيقول لك انا بحب النادي، بيحب النادي تاني. والنادي كويس، ده واحد. رقم 2 ايه اللي انت في البرنامج الانتخابي بتاعك اللي بتقدمه، ما انت داخل عارف ليه مشاكل. كلمه واحده اللي اتقال اقولها لك، اقول لك انا داخل النادي في مشاكل قد كده. يا سيدي انت فهمت كلامي ولا ما فهمتش فاهمه كلامي؟ ان كله لا انت ما فهمتش حاجه. فاهم يحب النادي لمصلحه النادي، مش هيحب النادي الكرسي. يا عم انت ما فهمتش حاجه. فاهمني؟ انت عمال تقول لي برضو الناس تيجي يقول لك في مشاكل. انا موافق ان النادي بمشاكله. يا سيدي استنى، ما انا واخد النادي بمشاكله، سيبه لي بمشاكله ما تزودهوش. لا هي الناس اللي انت زودته. هو في القيد دوت. انا مش بتكلم على مجلس الاداره ده بس، مش وجودهم. انا مش ضده، انا بتكلم ان انا دايما عايش في مشاكل. ايه يا حبيبي انا من حبيبي لا نسمع بعض. انت مستني حضرتك انا هسمع. في حلولك فين؟ ثواني يا عمرو بقى، ثواني يا عمرو. موضوع الحب ده لان كل الناس بتحب نادي الزمالك، لكن هو انا اعرف الحب، انا اعرف الحب ده تمام بالافعال وليس بالاقوال. طب ماشي يا كابتن. هات لي افعال، مش مجلس اداره بس، ده عشان الناس بتفكر مجلس اداره بس. خد بالك النهارده مش معنى ان انا اشتغل في فترتي اخليها زي الفل واوقع النادي في 20 مشكله تمام بعد اللي جاي لي، وبعدين واحد تاني يمسك بدل ما ال 20 يبقوا 40. وفي فترتي زي ما بسميها ايه كده، انا راجل ماسك قطاع ناشئين مثلا، عمال الصم عشان اطلع بقطاع ناشئين في السنه اللي انا فيها، يجي اب واحد بعديه يلاقي 50,000 مشكله. ده اسمه الحب بالافعال وليس بالاقوال. انا الاقوال دي مش عندي، انا راجل واقعي. فلما باجي اتكلم هنا بتكلم بواقعيه، ما بتكلمش بقى ايه اصل والنبي، ما انت ما تعرفش في ضميري في ايه وانا ما اعرفش في ضمير اي حد فيه. انا راجل واقعي وراجل بحب النادي، يبقى انا عايز اعمل للنادي. انا رحت اشتغلت، هات لي بقى غلطه عندي مثلا في النادي، حاجه انا عملتها، حاجه انا مثلا ما قلتش عليها، مثلا في ال 40 يوم الشويه الصغيرين دول كنت بتعامل بما يرضي الله. بص، وعايز اقول لك على حاجه، انا من اول اسبوع انا قدمت استقاله لان في حاجات ما كانتش عاجباني. اهو انا جوه النادي، ما اعرفش دي اول مره اقولها ولا ايه، تقريبا اول مره اقولها هنا معاك يا ماما. واول مره اقولها تمام، ما عجبنيش، طالما ما عجبنيش خلاص. والناس في الوقت ده قال لك شاف، فحاولنا نزق، حاولنا نحل، وقلنا يمكن خدنا الكاس عشان كنا بنعمل حاجه بما يرضي الله، كان نيتنا سليمه في الوقت ده. في ناس بيبقى نواها كده سليمه فربك بيكرمك تمام. فلما تيجي تقول لي حضرتك قول لي باقوال، ما تقول بافعال، ما تقولها ليش باقوال وانا اصدقك زي ما انا بكلمك كده. انت ممكن ما تصدقنيش، هات لي انت بقى اللي يصدقني، اللي انا اصدقك تقول عليه ان انا صدقك، وانا معاك اي حد في اللي قاعد ده وانا معاك. اوكي تمام. انا بختلف مع الكابتن وائل في موضوع الحب والكره.
اي مجلس اداره هيجي اكيد بيحب نادي الزمالك، لكن هو الكابتن وائل بيتكلم على العملي، الموقف العملي نادي الزمالك او المجلس الحالي ده. انا اتكلم عن المجلس الحالي كان عنده مشاكل كتير جدا وارثها. زود المشاكل وانا مش مختلف في ده. زود المشاكل، لكن زود المشاكل. انت لما تبص على القضايا ال 17 دول هتلاقي القضايا حلهم مش كبير، يعني ماديا انا ماليش دعوه مش مبلغ ما كبير. انت واقف على حلهم وعندك مشكله، ما بتكلمش على المبلغ، ما توقعنيش في مشاكل المبلغ مش تاني. كبير يعني قادر انك تحله. الرد ده مش رد واقعي، بقول اللي لك انت بتقوله ده مش رد واقعي. ما انا قلت نفس القصه بالراحة بمشاكل، ومش بتكلم على مجلس اداره ده بس عشان الناس تبقى فاهمه، على كل مجالس، لان المجلس ده جه لها قواضي. ايوه، والمجلس ده زود قواضي، واللي جاي قبله. لو ما اتحلش ده غصب عنه بقى هو هيحل، لانه كده موضوع الرخصه ده مشكله، فهيحله كده. ما هو لسه كنت هقول انا لك نفسي يوم 31 هيحل لك. ما انا عارف، انا نفسي اللي يجي يقلل ما يزودش. يا سيدي سيب الحاجه زي ما هي يا سيدي. لا ما في حاجه اسمها، ما تراكمات، في حاجه اسمها، اسمع ما في بس. تراكمات انت هتحلها. في تراكمات. مين اللي عمل التراكمات؟ انت زودت، فيبقى اذا ما بتحلش يبقى انت مش شغال صح، يبقى انت قلقان. اسمعني بس انا بقول لك